تعالوا نعمل مع بعض فنجان قهوة كده. اعمل قهوة باللبن، انا بحبها بسكر صراحة، ما بحبهاش سادة، فهحط معلقتين سكر كده اهو، وهحط معلقتين لبن بودر. مفيش لبن سايب، فعادي القهوة بتتعمل بلبن بودرة عادي. اهو احط بقى معلقتين بن، ده بن سادة فاتح. القهوة بقى بتتعمل ايه عشان تطلع معاكي حلوة؟ مية ساقعة، بس هتقلبي بقى كويس، وبعد كده بقى تحطي على نار هادية وتتابعيها. اهي القهوة عملناها، نشربها بقى كده عشان نفوق، عشان مش عارفة احنا في غيبوبة ليه في الحر وفي الفرهدة اللي احنا فيها دي. طبعا لازم كل نزولة نطلع بمشتريات جديدة. جبت بقى كده شوية حاجات كنت محتاجاها، تعالوا اوريها لكم، حلوة قوي. جبت برضو اكسسوارات وكده. اول حاجة جبت الشبشب ده، عجبني قوي مع اني كنت لسه جايبة واحد وكنت موريها لكم في اخر مشتريات، بس ده شفته اصلا انا كنت رايحة عشان اجيب اللي انا اوريه لكم دلوقتي ده، بس ما كنتش لاقيه، كان خلصان، فاضطريت ان انا اجيب اللي هو البينك اللي كان عليه ميكي اللي وريتها لكم في المشتريات اللي فاتت. فاول ما لقيت ده جبته على طول. بصوا اهو، جميل قوي قوي، والستitch اللي عليه ده حلو قوي، وشكله كمان شيك في اللبس، كان جميل قوي. كان في منه البينك الفاتح، وكان في منه لون اصفر كده، بس عجبني اكتر حاجه اللبني، شكله حلو قوي، فعادي جبته بقى، قلت هشيله او البسه مع التاني في البيت، بس شكله جميل قوي. قولوا لي كده رايكم فيه حلو ولا لا. جبت بقى شويه حاجات كده كنت محتاجاها في الميك اب. المحل بتاع وردة ده حلو جدا، ده المحل ده في امبابة، هتلاقوا لي بيج على التيك توك وعلى الانستجرام، حلوة قوي. كنت محتاجة ماسكارا، انا كنت جايبة الماسكارا اللي هي بتاعت ايسنس اللي هي البينك دي، بس مش عارفة ما حبيتهاش ليه، الخضرة احسن منها بكتير. الفرشة بتاعتها بتاعت الخضرة احلى بكتير، رفيعة وبتكثف كده اكتر، انما البينك ما حبيتهاش. جبت بقى دي، هي دياموند، دي حلوة قوي، سمعت عنها ريفيوهات كتير حلوة، وفعلا اول ما جبتها جربتها تحفة. الفرشة بتاعتها مش رفيعة، هي تخينة، بس الماسكارا نفسها حلوة كمان، ووتر بروف وحلوة جدا، وبتكثف وبتطول وجميلة جدا. ولما بتيجي تشيليها هو يدوبك تبلي كده شوية مية وتمسحي بيها الرموش، هتلاقيها طلعت معاكي. عايزة اوريكم الفرشة اهي، الفرشة بتاعتها هي مش رفيعة، هي تخينة بس حلوة جدا اهي، عشان لو عايزين تاخدوا سكرين شوت، حلوة قوي بجد، هاتوها هتعجبكم قوي. كمان جبت قلم الكحل ده، قلم كحل ابيض من ان، عايزه اقول لكم طري جدا وحلو جدا، وجربته كمان في العين ثابت وشكله تحفه، وكمان رخيص جدا، عامل 15 جنيه. هوريهولكوا كمان على ايدي، بصوا بصوا، لونه حلو قوي وطري قوي وانتي بتحطيه، يعني مش ناشف. كمان جبت الليب لاينر دوت من ان، حلو قوي، لونه بني كده، بس مش بني غامق، عارفين اللون البني اللي هو الفاتح الدرجة، النود بس غامقة، يعني ولا فاتح قوي ولا غامق قوي، حلوة قوي. برضو هوريهولكم على ايدي كده، هوريكم الدرجة اهي، بصوا الدرجة بتاعته
حلوة قوي كمان على الشفايف، حلوة جدا. جبت بقى شوية اكسسوارز كده اللي هي الستانلس دي، حلوة قوي. جبت الحلق ده، عايزه اقول لكم ان انا كنت جايبه منهم حلق. الحلق طبعا انت بتلبسيه ما بيتقلعش، وبعدين انا جايباه على اساس ان هو ستانلس، فطبعا هستحمى بيه، هغسل وشي بيه، فهقلع عليه وانا عارفه ان هو ستانلس وما بيصديش وما بيبيضش. فببص كده بعديها بفتره لقيت ودني بتوجعني، فبجيت اقلع الحلق، ببص لقيت الحلق مبيض ومصدي من ورا. فاستغربت قوي، قمت رايحه لهم بقى المحل، قلت له بص انا كنت واخده منكم الحلق دوت، وكان بقاله فتره، وطبعا الحلق ما بيتقلعش، فاكيد كنت بغسل وشي بيه او كده. راح قال لي قلت له طب يعني اعمل ايه؟ قال لي خلاص، صراحه كانوا ذوق جدا، وقال لي خلاص شوفي انت عايزه ايه مكانه. دخلت بقى جبت الحلق ده، حلو قوي، شكله تحفة وشيك جدا في اللبس. خدت مكان الحلق اللي انا رجعته، خدت 2، خدت ده وكمان خدت ده، حلوين قوي. كمان جبت البريسلت اللي هي المسمار دي، انا كنت جايباها قبل كده بس كان مقاسها صغير، كانت ضيقة جدا على ايدي. فلما اكتشفت بقى بعد كده اصلا ان هي في منها مقاسات، هي والكارتير، يعني كنت متضايقه قوي ان مفيش مقاسي، وكنت فاكره ان هي كلها مقاس واحد، وكانت ضيقه جدا على ايدي، يعني حتى كنت بلبسها لما اجي بلف ايدي كده او كده كانت بتوجعني. فاكتشفت بعد كده ان هي في منهم مقاسات عادي، فجبت بقى المقاس الكبير، وحلوه قوي في اللبس. بس كده دول شويه الحاجات اللي انا جبتهم، قلت افرجكم عليهم وكده وتقولي لي رايكم فيهم. كمان جبت حاجه تانية، جبت البتاعه بتاعت السنان دي، الخله دي، عشان بحتاجها برضو كتير لتنظيف الاسنان وكده، حاجه من الحاجات المهمه يعني. بس دول شويه الحاجات بقى اللي انا نزلت جبتهم، قولوا لي ايه رايكم فيها. يلا بقى نروح ايه نعمل عشاء. استنوا صحيح، كنت عايزه كمان اوريكم حاجه. الحاجه دي انا كنت جايباها قبل ما اسافر، لان هي كانت من احتياجات السفر وكده، كانت حاجه ضروريه قوي، بس ما لحقتش لما جت اوريها لكم، لان هي جت وانا سافرت تاني يوم على طول، فما لحقتش ان انا اوريها لكم. اللي هي ايه بقى، شنطه ايد، شنطه اليد دي كده، حلوه قوي. انا كنت عايزه شنطه من اللي هي الشنط الباج دي اكتر حاجه بتنفعني صراحه في اي مشوار او سفر او في شغل او في خروجه. بحب الشنط اللي هي الباج دي ام يد، لان دي اكتر شنطه بصراحه بتبقى نفعاني في الخروج. ما بحبش الشنط اللي هي بتتشال على اليد دي او على الكتف، دي بتبقى على الكتفين كده، تتشال لورا، احط فيها اي حاجه، ابقى ماشيه مثلا ايدي فاضيه لو هجيب حاجه او هشتري حاجات، يعني ما بتبقاش لخماني. دي احسن حاجه للشغل وللخروج وللسفر ولكل حاجه. انا بحب الشنط دي قوي، وجبتها من على بيج كده اسمها جيرليز. ليهم بيج على الفيسبوك وعلى الانستجرام، ممكن ابقى احط لكم اسم البيج بتاعتهم كده، او اللوجو بتاع البيج بتاعتهم. خشوا على الصفحه بتاعتهم، بجد فيها حاجات حلوه كتير قوي، وشنط حلوه وستايلات حلوه جدا. دي كده فيها سوسته من هنا، فيها 3 سوست، وسوسته من هنا والسوسته الكبيره، وفيها جيبين كده من على الجنب، وسوسته من ورا، وفيها كمان سوست من جوه. استنى اوريها لكم. السوست بتاعتها كمان مرنة، انا حاطه فيها المناديل والوايبس والكمامه. فيها اهي سوسته من هنا، وفيها كمان جيوب من هنا، فحلوه قوي بصراحه. عايزه اقول لكم ان هي كان فيها كده اسم هنا، حتى بصوا هتلاقيها باينه مكانها. كان مش عارفه بقى دي كان اسم البيج ولا كانت ايه، مش فاكره، بس هي للاسف وقعت مني، مش عارفه راحت فين. بس فعلا الشنطه حلوه جدا.
فقولوا لي كده رايكم فيها لو حلوه. في كمان واحده بني كده كانت عجباني فبس ما كانتش موجوده، هحط لكم برده الصوره بتاعتها، قولوا لي لو حلوه هطلبها. وبس كده. تعالوا بقى نعمل مع بعض مقرمشات البصل. قلت كده قاعدين زهقانين في الحر اللي احنا فيه دوت، مش لاقيين حاجه نتسلى فيها، فنعمل مع بعض مقرمشات البصل دي. مقرمشات كده بتتعمل بالدقيق. معايا كوبايه دقيق، ومعايا بصلايه، معلقه صغيره بيكنج باودر، ومعلقه نص معلقه ملح، و3 معالق زيت، اي زيت بقى عندك. هنحطها بقى، دي هتتعمل في الخلاط. الخلاط معانا اهو. هحط فيه الاول البصله مقطعاها وغسلاها. هحط البصلايه، بعد كده هحط 3 معالق زيت كبار، وهخلطها كويس قوي لحد ما تبقى ايه مفرومه. خلطناهم اهو في الخلاط او في الكبه لحد ما بقوا بالشكل ده ناعمين. عايزه تحطي شويه ميه عشان تزودي والخلاط يلف معاكي عادي مفيش مشكله. هحطهم بقى كده واحط عليهم الدقيق. هحط الدقيق شويه بشويه عشان اشوف العجينه محتاجه ولا لا. بعد كده احط رشه الملح والبيكنج باودر. هعجنهم وهاجي اهي. عجنتها بقى كويس. العجينه دي لازم ايه تبقى ناشفه ما تبقاش طريه، يعني عادي ممكن تحط لها دقيق زي ما انت عايزه، لان دي احنا هنعملها مقرمشات مش هنعجنها مثلا نعمل بيها مخبوزات او نعمل بيها بيتزا، لا لازم تبقى ايه جامده شويه. سبتها ترتاح كده 15 دقيقه، وهشكلها بقى دلوقتي. هفردها على الرخامه وهشكلها زي ما انا عايزه اعملها مثلثات، عايزه اعملها مربعات، هوريكم هعملها ازاي. اهو قطعتها بالشكل ده مربعات. هرش بقى عليها ايه رش اللي انت عايزاه. انا هرش اللي هو الملح الخشن دوت عشان بس يديها طعم. اهو خلصته. بصوا بقى شكله. دول اللي حطيت عليهم شويه ملح اللي هو الملح الخشن دوت، ودول حطيت عليهم روزماري، ودول حطيت عليهم حبه البركه. شكلتهم بقى بالشكل ده عشان بقى ما يبقوش مثلا طريين او ينفشوا من جوه. هنخرمهم بقى ايه بالشوكه كده. اهو يا بنات المقرمشات طلعتها بقى من الفرن. عايزه اقول لكم شكلها خطير. بصوا اللي عليها الملح دي حلوه قوي ومقرمشه ازاي. ودي عليها حبه البركه، واللي عليها الروزماري برضو تحفه وطعمها خطير بجد. جربوها هتعجبكم قوي. تبقى زي مسليات كده وانتوا قاعدين مثلا بتتفرجوا على التلفزيون او حاجه، تبقى حلوه قوي.